رامز مريض نفسي رمضان 27. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض حوالين فكره برنامج رامز جلال الجديد، واللي طبعا هيكون موجود معانا في رمضان 27. طبعا محدش يستغرب من الكلام اللي هيسمعه في فيديو النهارده، لان الفيديو ده مليان حرفيا مفاجآت. بس في البدايه كده انزل دلوقتي واعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناه وفعل زر التنبيهات عشان كل الحلقات الجديده توصلك لحد عندك. ويلا بينا نبدا حلقتنا. رمضان أهلا طبعا متعودين في كل حلقاتنا وقبل ما نبدا في اي تفاصيل اننا بنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا في البدايه كده الفنان رامز جلال مستمر معانا بقاله 16 سنه، وفي كل مقلب بيقدمه ما بيحاولش ان هو يقدم الفكره او يعيدها، كل مقلب جديد بيكون بفكره متنوعه جديده. فالمهم بقى في 2026 رامز جلال قدم لنا رامز ديفل الوحش. طبعا البرنامج ده كان مميز جدا. من اول حاجه ان احنا هنا في التشانل قدمنا التغطيه شامله طول شهر رمضان وقبل رمضان، وجبنا الاسم الرسمي للبرنامج قبل رمضان باسبوعين في مقلب رامز ديفل الوحش. والناس اللي موجوده هنا في التشانل والجمهور عارف الكلام ده كويس، ومش شرط ان انا اعمل فيديو عن رامز واكد لك واقول لك الكلام ده في كل فيديو، بعيدا طبعا عن اي حد بيقول لك ان اسم رامز ديفل الوحش ده هو اللي مختاره او هو اللي قايله. مفيش الكلام ده، رامز جلال نفسه هو اللي مفكر في الاسم ده. اي حد تاني كان بيهبط في 2023 بيقول لك سنغافوره والكلام ده، انتوا طبعا عارفين المصادر كانت كلها في الاخر مفيش اي حاجه بتحصل. فلو جت في مره رامز جلال قدم رامز ديفل الوحش سربنا لك الاسم قبلها بحوالي اسبوعين او 3 اسابيع، ده بعيدا طبعا عن ان المقلب ده كان من احلى البرامج اللي كلنا شفناها لرامز جلال في اخر فتره. تنوع الفكر اللي عملها رامز في ليفل الوحش عجبتنا كلنا، لان الضيف عدى ب3 مراحل او ب3 مقالب كلهم كانوا اقوى من بعض. طبعا المقلب ده اتصور في دوله السعوديه، ناس كتير لما بتعرف ان المقلب بيتصور في دوله السعوديه ما بيحبوش الكلام ده، بس عايزه اقول لك ان هو لما بيتصور في السعوديه كالعاده رامز جلال بيكون معاه ميزانيه ضخمه جدا عشان يعمل المقلب في احسن شكل، وشفنا الكلام ده في كل المواسم اللي قدمها في دوله السعوديه زي رامز نيفر اند ورامز موفي ستار، وطبعا باختلاف الفكره رامز عقله طاس، وطبعا شفنا كمان برنامج رامز ايلون ماسك، واخرهم رامز ديفل الوحش. المهم بقى رامز جلال في 2027 هيقدم ايه؟ رامز مريض نفسي ولا رامز ماركه مسجله؟ الاسم ده مطروح جدا على اليوتيوب، وطبعا انا و5000 واحد هو اللي يعرف الاسم ده عشان اقول لك ان هو متداول جدا. المهم بقى رامز جلال هيقدم اي فكره من الفكرتين دول. هتقول لي يا مصطفى ده الكلام ده لسه بدري جدا، ده احنا في 2026 ولسه حتى رامز مخلص المقلب ما بقاش كام شهر. اقول لك ان لسه في الفتره الحاليه بالفعل بيتم التحضير لمقلب رامز جلال، واللي صرح بالكلام ده قبل كده المدير التنفيذي، واللي قال ان هم بيجهزوا للمقلب قبل المقلب بفتره كبيره. يعني ده اكبر دليل ان المقلب بياخد وقت كبير جدا على تقسيم الفكره، او على انهم اساسا بيتعرض عليهم اكتر من فكره ورامز بيختار فكره واحده منهم يقدمها في السيزون الجديد. وطبعا زي ما قلت لك 16 مقلب كلهم افكار متنوعه، فعشان ما يعيدش نفس الموضوع فالموضوع بياخد وقت كبير جدا. وحاليا لسه رامز جلال برضه بيستعد لطرح فيلمه الجديد اللي هو البيج رامي. طبعا الفيلم ده هيكون من بطولته هو وبسمة بوسيل ومحمد عبد الرحمن ومحمد انور وعدد كبير جدا من الابطال. طبعا الفيلم ده فكرته مميزه جدا وعوده كبيره جدا لرامز جلال للسينما. طبعا الفيلم ده هينزل في افلام الصيف. تعالوا بس نكمل كلامنا حوالين برنامج المقالب اللي في 2027. طبعا رامز جلال مطروح بنسبه كبيره جدا ان رامز جلال ما يصورش المقلب الجديد في 2027 في السعوديه، وده لاسباب كتيره. اولا ان هو هيكون لاول مره هيصور كم البرامج دي في دوله واحده، يعني رامز جلال ما عملش الكلام ده، ما كررش تصوير المقلب في نفس الدوله سنين ورا بعض. فدي اول حاجه كويسه ممكن تحصل، لان رامز جلال لما يصور المقلب بره السعوديه هيعمل الفكره خارجيه مش هتكون في استوديو. طبعا احنا شفنا اخر كام مقلب لرامز كلهم كانوا في استوديو داخلي، وطبعا الاستوديو اللي بيتبنى بيكون كله الرامز. طبعا بقى عايزه اقول لك ان رامز جلال في 27 بنسبه كبيره هيعمل الفكره في مكان خارجي. طيب رامز مريض نفسي الفكره دي عباره عن ايه؟ الفكره دي متداوله من رمضان 2021، يعني بقى لها حوالي 4 سنين او اكتر. طيب المهم بقى الفكره دي رسميه، هقول لك ملهاش اي اساس من الصحه، زيها زي فكره رامز ماركه مسجله. اسامي ملهاش اي معنى، ما تعرفش طالعه منين، بس اشك ان الاسامي دي رامز جلال اصلا يفكر فيها. زائد كمان محدش كان يصدق ان اسم برنامج رامز يكون رامز ديفل الوحش، بس الكلام ده ما كانش صعب علينا لاننا اول ناس اتكلمنا عن الاسم وقلت لك عليه قبل رمضان ب3 اسابيع او اسبوعين. فالمهم بقى رامز جلال في رمضان 27 بيستعد بقوه انه ينزل لنا برنامج تقيل
هيكون مميز جدا وجديد عكس السنين اللي قدمها. وافتكروا كلامي من دلوقتي ان رامز جلال طالما بيحضر للحاجه دي فاعرفوا ان المقلب في 2027 هيكون مميز، لان كمان مجموعه قناه MBC راجعه بسيزون تقيل جدا، لان في 2027 المنافسه على القناه هيكون في عدد كبير جدا من المسلسلات، زائد كمان رامز جلال لازم في السنه دي يكون ترند كبير، لان المنافسه هتكون ما بين المتحده وMBC كبيره جدا. محمد رمضان هيكون على شاشه قناه MBC مصر، طبعا رامز جلال هيكون عرض اول، بعدها مباشره مسلسل محمد رمضان. فانت فاهم المنافسه رايحه فين؟ فرامز جلال لازم يقدم برنامج تقيل من ناحيه الفكره عشان يحاول يجمع فيوز عالي، ومن بعدها على طول الناس هتشوف مسلسل محمد رمضان على شاشه قناه. لو عايزين تعرفوا القائمة الرئيسية لمسلسلات قناة MBC مصر اكتبوا لي تحت في الكومنتات ونعمل لكم فيديو. وأفكار كتيرة وكلام كتير هتسمعوا على اليوتيوب في خلال الفترة اللي جاية لحد لما يجي رمضان 2027 عن برنامج رامز. عايز أقولك ما تضيعش وقتك مع الناس دي أو تتفرج عليهم أصلا، لأن أنت بتشوف الحقيقة دايما هنا على قناة رمضان يجمعنا، وبتعرف كل الأخبار الحصرية عن برنامج رامز قبل الكل. نوع أو طبيعة الفكرة اللي هتكون موجودة إيه؟ هقولك إن هو هيبتعد عن الكوميديا، يعني مش هيكون زي رامز إيرون مصر، لا البرنامج احتمال بنسبة كبيرة نشوف فيه حاجات لأول مرة، وده اللي احنا هنشوفه من خلال التجهيزات أو التحضيرات الأولية. طبعا كل ده احنا متابعينه في صمت عشان نعرف نجيب لكم كل الأخبار الجديدة عن مقلب رامز. ولكن رامز في الوقت الحالي كل التفكير بيروح لفيلم البيج رامز، واللي زي ما قلت لك هيتم عرضه في خلال الأيام اللي جاية. اما بقى لو عايزين نتكلم عن فكره متوقعه ونستعرض معاكم فكره فمفيش مشكله، اكتبوا تحت في الكومنتات ونعمل لكم جزء تاني من الحلقه دي. وانا بصراحه كواحد بيحب رامز جلال وبيتابع البرامج بتاعته في كل رمضان، كلنا شايفين ان البرنامج ما بقاش فيه حته الخطوره، زائد كمان لو تلاحظ ان الضيف بعد لما بيكتشف المقلب ما بيكونش فيه رد فعل زي زمان. يعني عندك زمان كان بيحصل ردود فعل تقيله، زي ان رامز لما كان بيبقى متنكر ويكشف الضيف عن نفسه كان وقتها بيحصل ضرب من الضيف لرامز جلال وكانت الحلقه بتولع. دلوقتي حتى الفكره بتحصل في استوديو مجهز، الموضوع ده قلل خطوره الفكره شويه، فده اللي احنا عايزينه في 2027 ان رامز يحاول يبعد عن الحاجات دي ويقدم لنا فكره تكون خطيره. يعني هتقولي ازاي؟ هقولك زي البرامج اللي فاتت، زي رامز مجنون رسمي، رامز في الشلال، ورامز على الخامون، والافكار القديمه دي. حرفيا كل الافكار القديمه لرامز كلها اقوى من بعض، وكان الضيف بيوصل لاعلى ليفل رعب، وكل ما تشوفوا ردود افعال حلوه. عشان كده رامز جال كل التركيز في 2027 على انه يقدم فكره تقيله، وبنتمنى ان هي تكون مبتعده تماما عن اي استوديو مجهز، وكمان ان هي تكون مبتعده عن دوله السعوديه. عشان كده هنشوف موسم تقيل جدا في 2027، والحلقه دي هيكون لها جزء تاني. لو عايزين الجزء التاني من الحلقه دي اكتبوا تحت في الكومنتات وهنستكملها. وبكده فيديو النهارده ويكون خلص. اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم، لو عجبكم بجد انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناه وفعل زر التنبيهات عشان كل الحلقات الجديده توصلك لحد عندكم. كان معاكم اداء فويس اوفر مصطفى صبري من قناه رمضان يجمعنا، واشوفكم الحلقه اللي جايه على الف خير، ويلا السلام عليكم.